الحياة أقصر مما تتخيل، فما تخليش حاجة تأثر عليك، ما تخليش حاجة تسرق منك ضحكتك، ما تخليش حاجة تخليك ماشي في وسط حياتك وانت ناقم على كل حاجة حواليك، ما تخليش حاجة تبقى السبب اللي تخليك دايما باصص للنعم اللي ربنا اداها لك وكأنك محروم. والله العظيم اللي انت بتمر بيه ده في ناس كتير مروا بيه واكتر منه، في ناس كتير قفلت على نفسها باب الأوضة بالليل والدموع غرقت المخدة، اللي فقد ابنه واللي المرض نهش في جسمه واللي مر عليه مشاكل وضغوط لما تسمعها تبكي من شدة الوجع وانت اصلا بره المواضيع. والدنيا عدت والحياة اتحلت، والحاجات اللي كانت بتقلبنا بنحكي عنها النهاردة ونضحك ونقول كان عدى علينا ايام وعدينا. فما تخليش حاجة يا ابني تاخد الحاجات الحلوة اللي فيك. الحياة مش زي ما انت شايف طويلة قصيرة، الفرق ما بين زمان والنهاردة والله العظيم قليل خالص. امبارح كنا بنحبي وعايز اقول لك ما كناش مسؤولين عن افعالنا، النهاردة الحركة منك خطوة العالم كله بيتكلم معاك عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعيني يا قمر؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنكون مع بعض في فيديو جديد، هنعمل مع بعض مسقعة. انا كنت بحمر البتنجان، قطعته شرايح ورشيت عليه ملح وسبته اللي هو ينزل ميته بحيث ان هو ما يشدش زيت. تمام. بعد كده بعصر البتنجانه كويس قوي عشان الميه اللي فيها تنزل وانزلها في الزيت زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بينزل ميه ازاي. عايزه البتنجان ما يشربش زيت منك كتير وما ياخدش وقت، علي النار. لو وطيت النار البتنجان بيشرب الزيت وفي نفس الوقت بتفضلي طول اليوم تحمري في البتنجان بتاع المسقعه. انا عليت النار ماشي. بصوا كنت يعني بصفره بس كده، اللي هو انا مش بحمره تحمير، اللي هو يعني بطريه شويه بحيث ان هو ما ياخدش وقت في الصلصه. تمام. حمرت بقى دور والتاني والتالت وبقيت ارصه في الصينيه على طول زي ما انتم شايفين كده. حمر البتنجان واطلعه ارصه في الصينيه، وفي الاخر بقى نعمل الصلصه وننزلها عليه ونحطه على النار وبس كده. مفيش اسهل من كده. في ناس بتعمل المسقعه مش بتعمل جنبها رز وبياكلوها بعيش، وفي ناس بتعملها برز. احنا بناكلها اول يوم برز واللي بيبقى تاني يوم بناكله بعيش، ما بنزعلش حد. سامعين الحراته اللي جنبي؟ دي المروحه. دي ما ينفعش يتقال عليها مروحه، دي حراته. زيتها مره واتنين وتلاته ومفيش فايده، هي مصممه تعمل الصوت ده فخلاص بقى براحتها. المهم انا كده خلاص خلصت تحمير البتنجان كله. ورصيته في الصينيه. جبت بقى حله حطيت فيها شويه زيت وجبت توم مفروم نزلته فيها ويتشوح وكده، وهحط عليه بقى كزبره ناشفه. طبعا احنا عارفين ان التوم والكزبره صحاب، ما ينفعش نحط التوم في حته من غير الكزبره. فحطيت بقى عليه شويه كزبره وسبته بقى يتشوح، وفي الاخر هطفيها بخل. انا سايباه يتشوح. احط بقى عليه شويه خل وبعد كده ننزل بالصلصه. الصلصه انا يعني جايباها من الفريزر متلجه، هسيبها برضو تفك شويه. اهو نزلت شويه خل عليه. انا بحب المسقعه عشان طعم الخل بالثوم اللي فيها. انزل عليه بقى بالصلصه. كان لسه فيها تلج. وطبعا الست المصريه الاصيله ما ينفعش ترمي كيس الصلصه كده، تحط فيه شويه ميه وبتخده. انتوا عارفين طبعا، مش محتاجين ان انا اقول لكم. بس كده هقلبها بقى واحط لها شويه فلفل اسود وشويه سكر عشان اعادل الحموضه بتاعت الطماطم. انا ما حطيتش ملح خالص لان رش على البتنجان ملح كتير لما قبل ما احمره في الزيت، فهو مش محتاج ملح خالص. في الاخر تقريبا حطيت سيكه بسيطه خالص في الصلصه. هسيبها بقى هي الطماطم دي متسبكه، اسيبها بس تغلي في بعضها كده غلوتين بحيث ان التلج اللي فيها يفك يعني. وبعد كده بقى هنزل عليها بميه اديها برضو غلوتين، وننزل بقى على المسقعه بيها على البتنجان. هنا بقى كنت انا اصلا غاسله الرز ونقعاه شويه وعلقت عليه برضو يتطبخ، ولما يتشرب ميته هنقله بقى على عين الصغيره خالص واوطي عليه واسيبه بقى يتردد براحته.
انتوا بتقولوا على يتردد ايه؟ هو بالمناسبة يتردد يعني اللي هو يكمل سواه على نار هادية. انا كبرت لقيتهم بيقولوا كده. كان معايا صحابي في الجامعة من شربين كانوا بيقولوا عليه يتلدن. مش عارفة انتوا عارفين اللفظ ده ولا لا؟ يعني ايه؟ يوطوا على حاجة ويسيبها يقولك هتتلدن مش تتردد. بتقولوا بقى ايه عندكم عليها؟ بصوا انا خلاص الطماطم خدت غلوتين في بعضها. حطيت بقى عليها ميه، حطيت ميه كتير جدا مش عارفه ليه، انا عامله بحر طماطم اتبقت اصلا منها. هسيبها بقى تاخد غلوتين في بعضها، وبعد كده هرفع المسقعه على النار وانزل عليها بقى بالصلصه. هنا كانت خلاص الطماطم غلت. هرجعها بقى ورا واحط المسقعه، واجيب بقى كبشه واحط عليها حوالي 17 كبشايه كده زي ما انتوا شايفين. وهسيبها بقى، هعلي عليها النار واغطي عليها واسيبها تاخد غلوتين 3 4 في بعضها، وبعد كده اوطي عليها واسيبها بقى براحتها شويه. البتنجان بقى هياخد من طعم الطماطم، والطماطم كمان مش تبقى خفيفه كده، هتتقل. بس وبألف هنا وشفا يا رب على اللي كل. بس كده هقعد بقى 17 مره كده اظبط في الصينيه. مش عارفه كنت بعمل ايه بجد، مش عارفه دماغي كانت فين. تقريبا ده كان يوم من الايام اللي انا ما كنتش بنام فيها لما كان سليم تعبان، فما كنتش مركزه بتاتا، كانش عندي بشيلن تركيز. انتوا واخدين بالكم انا ظبطت الصينيه كام مره؟ مش عارفه في ايه بجد. هنا كان الرز خلاص اتشرب ميته، فنقلته بقى على العين الصغيره وهبطي عليه خالص وشويه كده وهقلبه. مش هقلبه دلوقتي عشان ما يعجنش. شوفوا لسه بظبط في الصينيه. المهم بقى هغطي عليها واسيبها بقى تتشرب في بعضها. عايزه اقول لكم طعمها كان تحفه بجد. تسلم ايدي، انا اصلا ما بعملش حاجه وحشه. بس هي كده كانت خلاص استوت وطفيت عليها. وهنا الرز كان خلاص برضو استوى وطفيت عليه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. هتوحشوني جدا جدا.